إذا بقدر أنصحك نصيحة واحدة فهي اوعك تخلي حدا بالعالم يتجاوز حدودك. اوعك تخلي حدا بالعالم ما بيحب حاله يخليكي انت كمان ما تحبي حالك، لأنه هو حرفيا أول ما يطلع من باب الغرفة رح ينسى اللي قالك ياه، وانت رح يضل عم ياكل روحك بأحسن الأحوال شهور وبأسوأ الأحوال سنين. مين ما كان هذا الحدا، حتى أمك وأبوكي، حتى انت لما تكبري ويصير عندك أولاد وما في أغلى من الضنا، ممنوع أولادك يتجاوزوا حدودهم معك. دائما في طريقة تعبري فيها عن نفسك وما تسمحي للي قدامك ينتهك حدودك، حتى لو كان بمنزلة غالية عندك ما فيكي انت تتجاوزي. في طريقة انت توقفي فيها لنفسك وتقولي للي قدامك ستوب، كفى. من 3: حدودك العقلية والعاطفية والجسدية. بحدودك العاطفية ممنوع حدا يستنزفك عاطفيا، تحسي حالك من جوا فضيتي وخلصتي وانتي معه. ممنوع حدا لو مين ما كان بحجة انه هو رفيقك المقرب او اخوكي او بقربك يسترجي يقلك على الطالع والنازل كلام ينزلك فيه لسابع ارض. عندي رفيقة مقربة بوقت كنت فيه مشغولة كتير ومبسوطة بشغلي اللي هو على السوشيال ميديا، انزعجت مني، فبحسبة الموانئ اجت وقالت لي مع الأسف انت فقدتي القدرة على التواصل مع بني آدم طبيعي واقف قدامك. أنا بعمري ما رح أسامح حالي لأنه سكتت، وبعمري ما رح أسامح حالي لأنه خلتني ولو لدقيقة أصدق هذا الشيء. بالنسبة لحدودك العقلية ممنوع حدا يقلك ليه هيك تفكيرك صاير سطحي، ليه صايرة تافهة. حتى بالمزح ممنوع حدا يصغر من قيمتك قدام العالم مشان يضحكن بحجة انه هو عم يمزح، وهو اصلا هدفه الاساسي انه يرفع من نفسه عن طريق انه ينزلك لتحت. واخر شغله